هناك عدة أسباب قد تجعلك تشعر بالتعب بسرعة أثناء ممارسة التمارين والمباريات، وتشمل هذه الأسباب: قلة اللياقة البدنية. إذا كنت لا تمارس التمارين بانتظام وليس لديك لياقة بدنية جيدة، فإن جهازك القلبي والعضلي قد لا يكون معتاداً على الجهد البدني الكبير، مما يجعلك تشعر بالتعب بسرعة. قلة التغذية: قد تكون نسبة السكريات والطاقة المتاحة في جسمك غير كافية لدعم النشاط البدني الشديد. من الضروري تناول وجبة مغذية قبل التمرين والاعتناء بالتغذية السليمة. نقص الترطيب: إذا كنت لا تشرب كميات كافية من الماء، فقد تعاني من جفاف، مما يؤدي إلى تقليل قدرتك على مجابهة الجهد البدني وزيادة التعب. عدم وجود تسخين وتمدد كافي: قبل ممارسة التمارين المكثفة، من المهم إجراء تسخين جيد للعضلات وتمددها لتفادي الإصابات وتحسين الأداء. عدم تنويع التمارين: إذا كنت تمارس نفس نوع التمارين بشكل متكرر دون تنويع، فقد تصبح عضلاتك متعبة بسرعة. من المفيد تضمين تنوع في النشاطات البدنية. التوتر والضغوط: العوامل النفسية مثل التوتر والقلق يمكن أن تؤثر سلباً على أداء الجسم وتجعلك تشعر بالتعب. قلة النوم: عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يؤثر على طاقتك ويجعلك تتعب بسرعة أثناء التمرين. للتغلب على هذه المشكلة، من الضروري تحسين لياقتك البدنية ببطء من خلال تدريج النشاط البدني والعناية بالتغذية والراحة والترطيب والابتعاد عن الضغوطات وتنويع التمارين. إذا استمر التعب دون سبب واضح، يفضل استشارة الطبيب لاستبعاد أي مشاكل صحية. إذا كنت من المشاهدين الجدد أو المتابعين لقناة اللياقة البدنية والتغذية ولم تشترك بعد، ففضلاً الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يتسنى لك التوصل بكل جديد. شكراً لكم أحبائنا الكرام على حسن الإصغاء والمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.